أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها أحييكم أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والمشرفين والإداريين، متمنين لكم أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما نفتتح البرنامج ونختتم بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دوما في خير وصحة وعافية. لا نزال أيها الأحباب في نتجول في صفحات هذا الديوان. ماذا إذا قال القمر؟ وأعتقد هذه الحلقة الرابعة في تصفحنا لهذا البرنامج، ولكن قبل هذا وذاك دعوني أشير إلى المكالمات التي تأتيني على الخاص وتشيد بفكرة البرنامج، خاصة يقولون لي: وأنك قد دلفت إلى ديوانك، فسر على هذا النهج حتى نهاية آخر صفحة من الديوان، ثم أدخل إلى القصائد التي لم تقرأها بعد في ديوانك القادم إن شاء الله. تلبية لهذا وذاك سأواصل الحديث عن هذا الديوان. أما تلك التي لم أقرأها من القصائد الطوال، جزء منها أعتقد قرأت منه، وجزءا آخر لم أقرأ، ولكن نتركها لظروفها إن شاء الله. آمل سيداتي سادتي أن تفيدونا بآرائكم مكتوبة كانت ويفضل أن تكون مكتوبة. شعبنا لا يتجاسر في الكتابة والتوقيع، لكنه يتجاسر في أشياء كثيرة، خاصة الحديث المباشر هكذا. لماذا لا أدري يعني. أقلب معكم صفحات هذا الديوان، فكنت قد توقفت في الصفحة 73. أنا لا أقرأ طبعا كل القصائد، ولكن هنالك قصائد كتبت لظروف خاصة، و يعني لا داعي لقراءتها، ولكن أشير إليها إشارة عابرة. رسالة إلى الشهيد. هذه القصيدة عزيزي المشاهد كتبت عام 1900 حقيقة 92، ونعم 92 بالضبط يعني. وكتبتها وأنا بمدرسة الجالية العربية مدرسا للغة العربية. لكنني لم أقرأها وأنا في المدرسة، ولم أنشرها إلا بعد أن دخلت ردهات الوزارة في الجريدة. لكن أظن قبل ذلك في الإذاعة قرأت جانبا منها وهي كانت يعني فيها شيء من عكس الواقع. وحقيقة لا أدعي وأقول إنه في العام 92 كانت الأمور بدت تبدو ملامحها من أمور الضياع، يعني الضياع الوطني، سرقة المشروع الوطني. الناس آنئذ كانوا في غمرة الفرح ونشوة الانتصار وهازيج الحرية، يعني تلبست كل الإنس والجن يعني في ذلك العهد الجميل. ولذلك كانت مشحونة بعواطف تلك المرحلة. هي قصيدة في ذلك الوقت كانت تعتبر طويلة بالنسبة لي، يعني فيها 3 صفحات من هذا الحجم. عملت منها نشيدا وطنيا عام 2003. 2003 هي كتبت 92، بعد 10 11 عام تقريبا، يعني ضمن سلسلة الأناشيد الوطنية التي قدمتها. قدمت هذه القصيدة في مقابر الشهداء في أسمرة
بالقرب من وزارة الإعلام، 20 من يونيو، اليوم المعروف بيوم الشهداء. وجاءت هي نشيدا بعد نشيد العلم. وهذه القصيدة لم ألحنها كلها طبعا، لأنه اختطفت منها بعض الأبيات، وعملت لحنها بنفسي ووقعوها معي فرقة كبيرة، وقدمتها بنفسي، وحقيقة وزعتها بنفسي يعني. فأقول في هذه القصيدة: اليوم أبعث للشهيد رسالة عجلة، وأرجو أن تنال مرامي، مبدوءة باسم الشهيد وأخته، مختومة بالمجد والإعظام، تاريخها منذ القديم مسطر، لا تبتغي للشرح والإفهام، ومكانها هذه البلاد بأسرها، خير البلاد وملتقى الأقوام. يا أيها البطل المكرم بيننا، أهدي إليك تحيتي وسلامي، يا من تخذت الهول خلا دائما، وشددت أزرك طيلة الأعوام، حتى رأينا القطر سالف عهده، لله درك يا فتى الإلهام. هذا هو المقطع الذي قمت بتلحينه وقدمته مموسقة، لأنها قصيدة طويلة. أقول في الأبيات: يا أيها البطل المبجل بيننا، هذه جموع الشعب في استلهام، تحيي العهود وتهتدي نبراسكم، في الذود والإيمان والإقدام، تذكي الشموع لتلتقي أرواحكم، سيرا على الآلام والأقدام. يا خيرة الأبناء من أرواحنا، هذه رسائل شوقنا المترامي، شوقا تسطره الدموع لفقدكم، فتحيلنا والكون للآلام، تبكي التي فقدت عزيزا سيدا، مرت ثواني الصبر كالأعوام، كانت تعد له الحياة بهيجة، والصبر زال وحل بالأسقام، وتلقت الخبر الشهيد سعيدة، والنفس حسرى والدموع هوام، فتبسمت تلقي السلام لفقدكم، مزهوة بالبشر والإنعام. إنا نعطر زهرة الدنيا بكم، يا أزكى عطر فاح في الأكوان، يا من وهبت الروح وهي عزيزة، لم تعتريك مطامع الإنسان، جادت بك الأرض الوفية باسلا، وعطاؤك المبذول للأزمان، أنت الذي هزم الطغاة بعزمه، أنت السنا في الشعر والألحان، أنت التي فاقت شجاعة باسل عفوا، محفوظة في القلب والوجدان، ذكراكم ذكر التذكر دائما، ذي ذكركم في الهمس والخفقان. يا أيها الأبطال تلك رسالتي، مكتوبة في القلب والأجفان، عيشوا فقد مات العدو بغيظه، وجرى لذيذ العيش في الأبدان. والله كتبتها أنا الآن منتشي وأنا أقرأها يعني، ولم أقرأ هذه القصيدة أو الأبيات، لأنك عندما تلحن آم، مقطعا من قصيدة فيأسرك ذلك اللحن وتتوقف. أنا ربما أقرأ هذه القصيدة بعد كم وعشرين عام، الأبيات التي، ففوجئت ب... 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 بمستوى الدفق والصدق الذي كان آنئذ حقيقة يعني. فله الحمد والشكر. فيها كلمات جميلة. لماذا اكتفيت لحنا بتلك الأبيات؟ لست أدري، ولكن ربما لأنه فيها كلمات جميلة. وفعلا في تلك الأيام وأنا أكتب هذه القصيدة كان إعلام الأسر بأسماء الشهداء. أسماء الشهداء كان 92 93، تلك الفترة التي تليت فيها أسماء الشهداء، فالبلاد كانت حزينة فرحة، حيث تبلغ، على سبيل المثال الحصر، تبلغ بعض الأسر باستشهاد اثنين، واحد هذا في كل بيت تقريبا يعني، لكن في منازل كانت تبلغ فيها أسماء شهداء اثنين.
وثلاثة، وأحيانا أربعة وخمسة وستة. تخيل كيف يكون، تخيل هذا المشهد يعني. وكلهم استشهدوا آه، بالمفهوم الذي تلي آنئذ في معارك التحرير في سنوات مختلفة يعني. يعني فتسمع المرأة الأم أو الجدة تزغرط وتبكي وتصيح، وهكذا خليطا بين الفرح والحزن يعني. ففي تلك المشاعر وأنئذ كانت ليلة 20 من يونيو تقام أمسية مسيرة الشموع. ولذلك قلت يعني تذكوا الشموع لتلتقي أرواحكم سيرا على الآلام والأقدام. كانت تسير على آلامها وأقدامها حقيقة يعني. مم. وأيضا بعد أن بدأت العمل في الوزارة يعني غطيت كذا مناسبة لل20 من يونيو يوم الشهداء. جزء كبير منها في أسمرة طبعا، وجزء برضو في مصوع كرن لم أغطي فيها. لكن أتذكر من أم كله إلى عداقة كانت أمسية هادرة بالشموع، تراها كذا تلهج بالشموع مضاءة يعني منظر يعني يحرك فيك الأشياء الوجدانيات، خاصة إذا ما أنت شاعر يعني. فكانت هذه القصيدة من وحي 92. عشق الأرض. عشق الأرض هذه كتبت عزيزي المشاهد عام 99 حيث معمعات الحرب. نعم عزيزي المشاهد، عندما أقول معمعات الحرب كانت معارك بادمة، تلك الحرب اللعينة. وليست هناك في التاريخ حربا محمودة يعني، كل الحروب مذمومة إلا أن تكون على حق، دفاعا عن أرض وعرض ودين. أنا لا أبرئ ساحة المجموعة التي كانت تحكم آنئذ إثيوبيا وتحرشاتها، ولا أبرئ ساحة المجموعة الحاكمة في أسمرة ومناكفاتها. كلهم كانوا في السوء سواء. ف عندما بدأت الحرب، بدأت عام 1998، هذه كتبت 99 في معمعات الحرب. وربما كنت أعيش في تلك الفترة شيئا من الوجدانيات والعواطف يعني. فقلت امهليني يا غادتي واستريحي قليلا. برضو هذه من القصائد التي أحبها كثيرا يعني. امهليني يا غادتي واستريحي قليلا، فأنا لم أنادم في هواها مثيلا. بل واترعي كأس التمرد نهرا واروينيه عذبا هنيئا سلسبيلا. فاغتيال العبير والياسمين يشعل في قلبي فتيلا. فاتركيني واتركي قلبي المعنى، فأنا أتلقى كل صبح ضياء ألا أرى عن هواها بديلا. عندما كنا صغارا رأينا الأقمار في بلادي، رأيت النجوم في بلادي وقد ذبحت وغدت تختار للموت سبيلا. فوقفنا ثم هبت الثورة فينا، ورضعنا حليب صواعق وشواظا وسعيرا، وارتويناها كبارا وصغارا، وسرينا في أتون الموت حتى كسونا قبلة الأحرار ماسا وحريرا. غير أن الحقد في الربيب ما زال دفينا، يطلب الحكم حراما، يطعم القنديل والزهر سهاما. فصبرنا وأدرنا منطق الثأر بعيدا، وفتحنا الصدور حبا ووئاما. وتناسى ابن الأربعتين أن نشرب العزم ونقتات الحماما. كان عمر النظام في إثيوبيا آنئذ 8 سنوات. فأنا قلت تتناسب الأربعتين أن نشرب العزم ونقتات الحماما. ما هانت البلاد علينا، ولئن رحلنا جميعا لا علينا.
فاستريحي يا غادة الطهر قليلا، ودعيني أحمل الرفض دفاعا عن كياني، وأهوى المستحيل. أهواك يا وطن التحدي جهارا، أدافع عن هوى الأرض ليلا ونهارا. أهواك وأهوى فيك شعبا وأرضا قد تعالت، وجيشا قد تسامى، يهدي للشر الموت الزؤاما، ويقلد الأحباب عقد أمن وسلاما. يا بلادي، يا نسيم الفجر والأحلام أنت، قبلة الإكبار والإجلال أنت، أنت كل العشق والأحباب أنت. لم يهن شبر علينا من حماك، لم يهن شبر علينا من حماك، ما سئمنا من فداك، ما اقتطعنا في غفلة أو تراخ أي شبر من حماك وسماك أو رباك. يشهد الله بأن لم نراهن في هواك عن هواك. قد عبرنا من أجل عينيك نارا وحريقا، ألهب الإحساس فينا، رسخ الإيمان فينا، وغدا عشق الأرض بعضا من هوانا. مقدسة أنت يا لحظة الإكبار، مقدسة أنت يا ساحة الأحرار. فدعيني يا غادة الحسن قليلا، واتركيني أحمل الرفض دفاعا عن وجودي، وأهوى المستحيل. هذه قصيدة تفعيلة فيها جرس موسيقي ممتاز، يعني يحدث لذة فنية. وأنا أقرأ هذه الأبيات. طبعا هناك مقتطع آه، أخذت مقاطع من هذه القصيدة فأدخلتها في نشيد يا بلادي، برضو غنيتها بنفسي ولحنتها. ف... وأنا أقرأ هذه القصيدة ذات مرة قرأتها في الإكسبو، كان مهرجان الإكسبو السنوي هذا الذي يعقد سنويا في إريتريا في شهر أغسطس من كل عام. فقرأت هذه القصيدة والحمد لله ربنا منحنا فن القراءة. يعني ما كل الشعراء يقرؤون قصائدهم كما يكتبون، وما كل الشعراء يكتبون قصائدهم كما يقرؤون. أتعلمون أيها الناس أن أمير الشعراء أحمد شوقي لم يكن مجيدا في قراءته كما كان شاعر النيل حافظ إبراهيم؟ وأيضا ذات يوم أنا قلت يعني أنه الشاعر المصري الجميل، آه، سأتذكر اسمه، فاروق جويدة، له السلام والتحية، الذي كتب: لا أنت مصر ولا السماء سماك، مدي يديك تكلمي لأراك. لا، لم يحظى أو لم يعطى فن الأداء. فأنا قلت لو وجدت ذات يوم كنت أقول له: أيها الشاعر فاروق، لا تقرأ شعرك بنفسك يعني. فما كل الشعراء يجيدون فن القراءة، لأنه فن التقديم فن مختلف عن ال 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 الإمكانية الشعرية. أنا الحمد لله له الحمد والشكر. يمكن ليس لأنني إعلامي، هنالك من الإعلاميين حتى شعراء إعلاميين لا يعرفون، لا يؤدون قصائدهم بفن ما يكتبون، كثيرون يعني. من الشعراء المجيدين في فن الأداء الشعري من الإريتريين الذين أذكرهم الشاعر المجيد محمد مدني. محمد مدني شعره يكون جميلا عندما يقرأه هو بنفسه. هذه ميزة يختص بها، يختص بها مدني لوحده من شعراء إريتريا حقيقة. يعني هذه قراءة، يعني مدني عندما يقرأ شعره يوقع توقيع جميل، وهو يمتاز به، لأن شعره هو شعر الفلسفي و... وشعر تفعيل يعني، فيقرأه بشيء مبهر. آخرون لو قرأوا له، حتى أنا الذي أجيد فن القراءة بشعر مدني أحبذ أن أسمعه منه، لكن أحاول قدر الإمكان.
من الذين يقرؤون شعرهم ويمكن أن يقرأ لهم آخرون ولكنهم مجيدون الأستاذ محمد الحاج موسى شيخ الشعراء، مجيدا في الأداء وفي الشعر وفي فن الإلقاء وملك المسرح. كذلك الأستاذ الشاعر عبد الله عمر كرام، له السلام والتحية، حيث مدير المدرسة في المدرسة العالمية الإريترية في جدة، له السلام والتحية. ولشاعرنا شيخ الشعراء محمد الحاج موسى كل سلام وشوق وتحية. أيضا كرام يقرأ شعره، يعني له فن الأداء الشعري جميل. وأولئك قرأوا في بلاد الرافدين، يعني العراق. مدني قرأ في منابر السودان ومنابر أخرى، وهو لكن خريج المدرسة السودانية مثلنا يعني. أيضا من الذين كانوا يجيدون فن القراءة في ظني بلا مراء، ويأتي في مقدمة أولئك شاعر الحراز بابكر عوض الكريم، له الرحمة والمغفرة. كان شاعرا مجيدا ويؤدي قصائده بطريقة فيها ترانيم ونغم، لأنه هو أستاذ معلم وباحث، وكان كل شيء. شاعر الحراز له الرحمة والمغفرة، هو توفي في مثل هكذا شهور. ربما نفرد له والله مساحة من الشعر وفاء وتقديرا، مساحة من الحلقة في حلقة قادمة إن شاء الله، التي تلي هذه الحلقة أو بعدها. لكن هذا وعدا من، لأنه يستاهل الرجل أن نقرأ له من أشعار الجميلة. غير أولئك أنا يعني كان الشاعر كجراي كذلك من الشعراء الذين يقرؤون شعرهم بطريقة جميلة، لكنه كان بوتيرة واحدة. أيضا من الشباب الذين استوقفوني في القراءة توفيق اسم الله، هذا الشاعر المجيد الذي معي وأحد الطلاب كما أشرت، شاعرا مجيدا وله فن الأداء الشعري الممتاز. الأستاذ كجراي كان كثيرا ما يقول لي حقيقة يعني، وله الرحمة والمغفرة، قال كان يقول لي أنا معجب بأدائك في الشعر يعني. وكان يأتينا في مكتب الوزارة وقد تقدم به العمر قليلا يعني، فكان يقول لي أنا أحب أن أسمع شعري بصوتك، فيمد لي كتابه وديوانه يقول لي أقرأ لي من الشعر، فكان يعجب بأدائي يعني، والحمد لله. الأستاذ الشاعر عبد الرحمن سكاب هو مجيد في كتابة الشعر، هو شيخ من شيوخ الشعر العربي، دعك بالإريتريا على المنظومة العربية كلها. أداؤه لأننا لم نستمع إليه كثيرا، حيث قضى ردحا من العمر في اليمن، و... وهو يعني لم يكن كثير الإطلالات مثلنا يعني. فأنا ربما استمعت إليه في قصيدة قصيدتين لما جانا أسمرة. أداؤه هو أداء هادئ كده، لكنه يقرأ بتوقيع جميل، فلا أستطيع أن أحكم عليه. أما شعره حيث المحتوى والاكتناز والقوة في الشعر، هو عبد الرحمن سكاب. تكفي قصيدته مشكاة. أعود إلى هذه القصيدة أعزائي المشاهدين. إنه في الإكسبو ذات يوم قرأتها، فقال لي الشاعر محمد سعيد عثمان يكتب بلغة التجريت وشاعر مجيد يعني، هو الذي أهدانا قصيدة جوكت بالتجريت لنغنيها يعني. عندما رأى العبد لله جاسر وغنى كذا يعني أناشيد وطنية، فأعطاني قصيدة جوكت. جوكت آم، اسم لجمال المرأة يعني، فلانة جوكت تبلو شوكا وكذا يعني. وقطان وأفحليب وهكذا يعني. لا أود أن أخرج من العربية. لكن على هامش السيرة يعني، أول له السلام والتحية محمد سعيد عثمان، هو صحفي وشاعر.
يقول في القصيدة: السئلين وجوك تقول كأفت بدلة الشام اللي يودي الباب حقت حابرة عم بالبلل اللي بيه استنتنا والسألة أقبوي كندل أنو كذا لترهان كافلة. والله لغة التقريد جميل. وقد كتبت أنا بالتقريد. ربما آتي في يوم من الأيام لأقرأ شعري بالتقريد، الذي كتبته قبل شهور يعني. اتصلت بالأخ شيخ الأمين، شيخ حسن شيخ حامد من المملكة العربية السعودية، له السلام والتحية. هو شاعرنا في أيامه الشريفين، وهو يكتب بالتقريت وبالعربية العامية. ويكفي قصيدته يا رب كتابي في إيد مني بالعامية السودانية. فرشحت له قصيدة، أبيات من قصيدة كتبتها بالتقريت يعني. في الإخوانيات، إخوانيات بتقريت عندي تقريبا يمكن يكون ديوان قادم يعني بالتقريت. كما أكتب باللغة التقرينية عزيزي المشاهد. أنا أكتب بثلاثة لغات. ويمكن أنا فتشت في شعراء إريتريا الموجودين الآن، فأحيانا تجدهم يكتبون بلغة واحدة أو لغتين، ثلاثة. ربما يشاركني في ذلك شاعرا واحدا. هو الشاعر محمود أحمد لوبينت، كتب بالعربية وبالتجرينية وبالتجريت، الوحيد. ما عدا ذلك يكتبون بالتجريت والعربية، أو التجريت والتجرينية، أو العربي وعربي وتجرينيا ما ليس كثيرا. توفيق غصم الله يكتب بالعربية وبالتجرينية. الحاج موسى يكتب بالعربية والتجريت. كرام لم أقرأ له ولم أسمعه يكتب بالتجريت، لكنه شاعرا عربيا. محمد مدني يكتب بالعربية فقط. وآخرون هكذا. محمود أحمد لوبينة يكتب بالعربية والتجرية والتجرينية والتجريت. كتب منى بالعربية، وبالتجريت كتب قاشيد وكرن ويما أعتقد كمان. هذه ألحان المرحوم الأمين عبد اللطيف رحمة الله عليه. وكتب بالتجرينية للمرحوم عثمان عبد الرحيم. نفاحيته. وشاعرا مجيد. وبالتجريت وبالعربية كثير يعني. برضو منى غناء المرحوم عثمان عبد الرحيم: لو كنت ها هنا حبيبتي منى لما عرفت من أكون ومن أنا. عموما في الشعراء الذين يكتبون ثلاث لغات نحن اثنين فيما أذكر يعني. الشاعر بابكر عوض الكريم كان يكتب بلغة واحدة، لكنه يطرب إلى اللغات الثانية. فالقصيدة هذه ذات يوم قرأتها في الإكسبو، فمحمد سعيد عثمان قال لي: يا أخ، لو تمكنت أن أقرأ شعري مثل ما تقرأ أنت باللغة العربية، أنتم تقدمون لنا نموذج للقراءة. وأحد الذين برضو في قلوبهم مرض من شعراء العربية في إريتريا، رغم ما تجرعها وقال فعلا أداءك جيد ولا و... 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 وأحيانا يعني يصفنا بأشياء كثيرة، لكن في تلك الأمسية قال لي: ممتاز، الأداء ممتاز، وهكذا يعني. عموما آتي إلى قصيدة أخرى بلا عنوان. القصيدة الوحيدة التي لم أعنونها في حياتي، قصيدة بلا عنوان. احترت أن أضع لها عنوان فقلتها بلا عنوان. هي قصائد خاصة، صفحاتها هذا موعدها، وسطورها أني أقرأها أتصفحها أتدبرها وكأني تراني أرتلها. هي على القصيدة العربية المعروفة: الحصري. شعر الحصري لها وزنا مبنى لا معنى هي لها. وهكذا كتبت عام 1990 في كسلة. العلم، هذا نشيد العلم الذي بدأت به الحان الوطنية للقصائد: علمي رفرف طليقا نحو آفاق السماء، واخبر الأجيال عنا كيف لبينا النداء. قل لهم إنا عزمنا
يوم رددنا الفداء، حين دوت في بلادي صرخة كانت لواء الدوي. يوم أعلنا التحدي بصمود ومضاء، سجل التاريخ سجل التاريخ عنا إننا شعب الفداء. علمي أزهو بفخر، أنت رمز للولاء. صاغك الأبطال عزا ومنارا للنماء، فانشر الأفراح فينا واسقنا عز البقاء. وخذ العهد دواما أننا شعب الفداء. سوف نبني ونعمر كل دار وحقول للنماء، نبتني صرح الأماني ووصايا الشهداء، لنحيل الأرض عدلا وينابيع العطاء، ونسلم الأجيال قطرا فيه عنوان البقاء. علما يزهو بفخر فوق آفاق السماء، يخبر الأجيال عنا أننا شعب الفداء. 95 كتبت القصيدة هذه 95 ولحنتها آنئذ، لكنني قدمتها للجمهور في عيد الاستقلال في ساحة الفاتح من سبتمبر عام 2002، بعد 7 سنوات. طبعا قصة العلم هي قصيدة العلم. كثيرون يسألونني اليوم يقولون لي لأي علم غنيت، أو يعني قدمت أهازيجك. أنا أقول لهم كل له علم. وأنا عندما قدمت النشيد هذا، النشيد الوطني في ساحة الفاتح من سبتمبر، طبعا رفعت الأعلام من حول العلم الوطني الموجود هذا. أنا لست في شجار في قصة الأعلام. كان يمكن أن يكون غصن الزيتون معي برضو، عادي جدا. فأنا غنيت للعلم الوطني أيا كان لونه، أيا كان مقدمه. ذلك الغصن 52 برلماننا، وهذا جيش الشعبي، يعني المجموعة الحاكمة قالت هذا علمكم. فأنا غنيت للرمزية، رمزية العلم. كثيرون يقولون لي الآن هو اللحن معي، لماذا لا تسجله من خلفك غصن زيتون العلم 52 يعني. أقول لهم أنا لا أتنكر لذلك، لا. إن بدلت ذلك النشيد وعملت النشيد العلم غصن الزيتون، فكأنني أكفر بذلك اللحن الذي تغنيت به أمام الجمهور وأمام الوطن وأمام مشهد وأمام الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن بتلك. ف يعني لا أود ذلك، لكن يمكن أن آتي بالعلمين يعني وأنشد هذا النشيد. كانت طبعا تجربة فيها قدر من الجسارة ومن المغامرة، أن تأتي فتقدم نشيدا للعلم من كلماتك وألحانك وأدائك في نفس الوقت. وأنا كنت آنئذ مع الأخ اسمه هبت مريم أقدم حفل الاستقلال في ساحة الفاتح من سبتمبر، أقدم البرنامج. فقيل لي إنه نشيدك سيقدم اليوم كده بس، على فجأة، حتى لم هو طبعا النشيد قدمته أنا بلاي باك، يعني بلاي باك يعني مسجل يعني. فقلت للمسؤول ليتك أخبرتني، وأنا كنت على كامل زينتي والحمد لله لابس اللبس الإسلامي يعني، ليس هكذا جلابية وعمة وسماديد كامل يعني، وسديري وهكذا. فقلت له ليه؟ قال لي أنت ما جاي جاهز يعني. فقدمته. بالنسبة للجمهور كان ملفتا يعني، أنا أقدم البرنامج ثم آتي لأقدم النشيد. جماعة من الناس اعتبروا هذا النشيد نشيد سوداني للطامة الكبرى التي تعيشها البلاد، يعني العربية دي كأن ما عندنا معها نحن شيء، كإريتريين يعني. هذه سياسة المجموعة الحاكمة. فقلت لهم وأخذت ردحا وحتى اليوم يقولون أتذكر عندما غنيت النشيد السوداني ذاك؟ أقول لهم يا أخوان هذا النشيد ليس سودانيا، هو نشيدا عربيا إريتريا. افتكرناك أنت تغني للنشيد، يعني نشيد سوداني. كيف يكون نشيد سوداني وأنا أرفع العلم الإريترياني؟
فأقول لهم هذه لغتنا، وهذا شعرنا، وهذه فنوننا، وهذه أناشيد. لكن لأنه هم يرون الحاكم بأمره، شال اللغة العربية ودفنها. ليس هو لوحده، هو شال وخدتها في على هامش الطريق. جاء الذين يعنيهم أمر هذه اللغة، المتحدثون بها، الذين تعنيهم هذه اللغة من المسلمين وغير المسلمين، جاءوا فحثوا عليها التراب. أنا أقول النظام لم يقتل اللغة العربية. اللغة العربية قتلها ناسها، قتلها الإريتريون أنفسهم. هو ساعد وجاب المعاول الهدم وطوب الدفن وما إلى ذلك، جلب الأشياء التي تقبر بها هذه اللغة. فتنادوا عليها الناس من كل فج عميق: تهميش، عدم الاهتمام، عدم الدعم، عدم متابعة مثل هذا البرنامج وغيره، كثير من القنوات والنوافذ العربية الموجودة. فساهم الناس في قبرها بالمعنى الصريح. لكن هذه اللغة هل ماتت؟ لم تمت في قلوبنا وفي قلوب نفر قليل من الناس يعني. لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها. نزلت في ظل نفسي وتمشت في دماها، فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها. لغة الأجداد هذه، رفع الله لواها. شاعرا عربيا، أعتقد شوقي ولا وين، من لا أدري، لا أتذكر. لكن لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، نحن نتمسك بها. وهي لن تمت لأنها لغة القرآن، لكنها ماتت في حياة الناس. بيتا كاملا لا تسمع فيه كلمة عربية، أسرة كاملة يدسون بالتجرينيا، بالتجريت، بالإنجليش، بالألماني، بالفرنسي، وبالتركي كمان ربما يعني. وهكذا والعربية لسان، كل من تحدث العربية فهو عربي. فأنا أقول حثوا عليها التراب ناسها. النظام ساعد ودافع وصفق لمن يدفن هذه اللغة ولمن يتحرر منها. ويقول لك أحد الشعراء، أحد الناس قال لي: أنت بدأت تكتب شعر بالتجرينيا وبالتجريت، فكأنك قاعد تتحرر من اللغة العربية، أو تتنازل عن اللغة العربية. نحن شعراء عرب لا نتنازل عنها، ولكننا نتماهون هناك، وكلها آه، أبناء عمومة يعني. وتأكيدا على ذلك قلت له: تابعني في برنامج مع اللغة العربية 225 حلقة بحمده تعالى. أنا لم أحصي حلقاتي في حياتي الإعلامية أبدا إلا في هذا البرنامج، ودي ميزة والحمد لله، من قبل ومن بعد. المهم، لهذا النشيد قصص طويلة يعني، وكان يقدم في على التلفزيون الإريتري حتى خروجي 2008. بعد ما خرجنا 2008 لا يقدم هذا النشيد. مثل الذين خرجوا فيمنع أناشيدهم وأغانيهم وهكذا يعني. علما بأنني غنيت للعلم وهو ذاته هو ترويج كمان أحيانا، لكنها رؤية ضالة مضلة يعني. فأتذكر الأستاذ بشير محمد سعيد، أعتقد رحمة الله عليه، كان مديرا للمدرسة الإريترية، المدرسة العالمية الإريترية في جدة. وأنا قدمت هذا النشيد 2002. آم، اتصل علي ذات يوم رحمة الله عليه وانتقل إلى رحمة ربي، فهو كان مدير المدرسة. فاتصل علي وأنا في الوزارة، فقال لي: يا أستاذ شريف، هو طبعا عندما غنيناه بيع هذا النشيد ضمن مجموعة من أغنيات الاستقلال، بيع على مستوى العالم. فالذين اشتروا 2002 2003 مجموعة من الأناشيد جمعوها في كاسيت وباعوا الزبائن اللي قاعدين في أسمر هذه. فيمكن أن يجدوا ذلك النشيد على اليوتيوب، ما موجود، وأنا عندي لكن لا أود أن أنشره يعني. عندي مسجل أوديو. فاتصل بي الأستاذ بشير محمد سعيد فقال لي: يا أستاذ، هل تسمح لنا أن يقدم هذا النشيد
للعلم في طابور الصباح في المدرسة يعني. وذلك يعني بدلا عن النشيد الوطني: إريتريا إريتريا قد دحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها، وهكذا. فقلت له: هذا ما يسرني، ولكنه في نظري أنا قرأت هذا انقلاب على، لأنه الرجل توفي ونحن نتحدث بشكل صريح يعني. لو كان على قيد الحياة لا أتحدث بهكذا. قلت له: مما يسرني ويشرفني جدا أن يكون نشيدي مفتتح اليوم الدراسي في مدرسة بالمملكة العربية السعودية، معلم رفرف طليقا نحو آفاق السماء، واخبر الأجيال عنا كيف لبينا النداء. ده كلام مباشر يعني. فقلت له: مما يسعدني ويشرفني. فقال لي: بس أحببنا أن نستأذنك. فقلت له: تفضل. وفعلا لفترة من الزمن كان نشيد الصباح في المدرسة العالمية الإريترية. أعتقد تنبه القوم والحاشية والزبانية، وأنا مع الجماعة برضو. فبعد فترة من الزمن أعتقد عادوا للنشيد، النشيد الوطني الموجود. لكنني الحمد لله تشرفت أنه أن يكون النشيد العلم هذا المفتتح. أحد المعجبين بنا شعرا وفنا وهكذا قال لي: إن شاء الله عندما تتحرر إريتريا سنعمل هذا ده النشيد الوطني. قلت له: أعانكم الله على ذلك. فهو حقيقة نشيد قوي يعني، ما في شك يعني، وملحن لحن جميل. فالحمد لله يعني كانت مجاسرة يعني، وكان أول الأعمال الوطنية الفنية. بعد ذلك تأتي قصيدة في النشر يعني الفجر الجديد. الفجر الجديد هذه بها سأختم البرنامج. الفجر الجديد نشرت في صحيفة حائطية بجامعة النعمان الإسلامية، ويمكن تعتبر من القصائد القديمة. 1989. أنا في الصف الثالث بالجامعة في قسم الصحافة والإعلام، كلية الآداب. الآن أصبحت كلية الإعلام طبعا. فكانت عندنا صحيفة الفجر، الفجر الجديد، صحيفة حائطية كنت أحد كتابها. ففي أول عدد كتبت أقول: رفاق المجد والآمال مرحى بيوم السعد في الفجر الجديد. كان اسم الفجر الجديد. إلى ورق أطل العلم منها كنور الورد في الصبح الوليد. أنا أتردد على صالون فراج الطيب السراج رحمة الله عليه، صالون الأصالة. أقول: رفاق المجد والآمال مرحى بيوم السعد في الفجر الجديد، إلى ورق أطل العلم منها كنور الورد في الصبح الوليد. تزاحمت الرؤى في كل فن مزاحمة التلاوة في المسيد، ولم ننشر سوى ذرات علم ودون سواه للعدد الجديد. أنا كنت ضمن أسرة تحرير يعني. وكم في النفس من عزم وجد، وكم في العقل من رأي سديد، ولكن الزمان أراد هذا فحسبك يا مصائب لا تجودي. أنا حقيقة يعني، وأنا بمدرمان الإسلامية أنا إذن، أنا هذه الأوطان والحدود الاستعمارية لا أؤمن بها. ولذلك في ذلك العهد كنت سودانيا ثقافة وأوراقا وهكذا يعني. فأعتقد كنت في نفسي أنه حاصر نفسي أنا في تلك الزاوية. وأنا ينبغي أن أكون مفتوح منداح للقطرين آنئذ يعني. أعتقد كان يعتمل في نفس شيء من ذلك، ولكن الزمان أراد فحسبك يا مصائب لا تجودي. إذا أبدى الصحاب جميل قول أجبناهم هنا هل من مزيد. إذا أبدى الصحاب القراء يعني جميل قول أجبناهم هنا هل من مزيد. وإن أبدوا هم ما كنا نخشى لعمري ذاك من كبوة جوادي.
إذا قال الشريف فصدقوه فإن الحكم للرأي الرشيد. يعني طبعا انتقادات لو جاتنا وكانت الصحيفة الحائطية فيها شيء من هذا وذاك. على سبيل المثال، مثلا نحن كنا ملاصقين لكلية الأحفاد الجامعية للبنات، ونحن في مدرمان الإسلامية نحن بنين فقط، وبالقرب منا كلية البنات بنات صف. وجامعة الخرطوم كانوا يعني يناوشوننا بألفاظ مثل العزابة العذاب، يعني أنتم رجال لوحدكم. جامعة الخرطوم كانت مختلطة طبعا، ومدرمان الإسلامية البنين لوحدهم والبنات لوحدهن يعني. ولكن بالقرب مننا حيطة بحيطة، يعني فاصل بيننا جدار يعني. بتسمع الأصوات وهكذا، وهم يسمعوا أصوات الرجال وهكذا. فكان عندهم أسبوع ثقافي كلية الأحفاد بابكر بدري والجماعة رحمة الله عليه يعني. وعندهم فكر تحرري الفكر الغربي هذا يعني. فجماعة منا كانوا يعني عندما تنظم كلية الأحفاد أسبوعها الثقافي، طبعا فيها معارض وفيها موسيقى وفيها أشياء كثيرة يعني. فجماعة منا كانوا يحجون إلى كلية الأحفاد. فكان عندنا أحد الصحفيين، ونحن كلنا في كلية الصحافة يعني، شعبة الصحافة والإعلام. فكان عنده مقالة كنا نتبارى في كتابتها، لكن وهي فكرته يعني. فعنوان العمود كان جهجهة العباد في موسم الهجرة إلى الأحفاد. عنوان جميل يعني، جهجهة العباد. هؤلاء العزابة ديل كانوا يجهجهون يعني. والجهجهة في السودان يعني زول مجهجه لما تقول له يعني متخبط هنا وهناك، والجهجهة كلمة عربية فصيحة يعني. فجهجهة العباد في موسم الهجرة إلى الأحفاد. طبعا ناس يحجون يلبسوا البناطيل والحاجات وهكذا. برضو كنا نذهب نحن، لكن يعني الحمد لله يعني ما لم نكن بتلك الجهجهة يعني، لكن قليلا من الجهل لأنه شباب ساعتئذ يعني. وجماعة الخرطوم يسمون العزابة العذاب يعني، الذين يعني عايشين لوحدهم كده يعني. ف فعلى هامش الذكر، فإن أبدوا هم ما كنا نخشى لعمري ذاك من كبة جوادي. إذا قال الشريف فصدقوه فإن الحكم للرأي الرشيد. طبعا إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. ده مقتبس، شطر البيت مقتبس. وطبعا في الاقتباس أنت في اللغة العربية لابد أن تعمل آه، هلالين يعني. إذا قال الشريف فصدقوه بين هلالين فإن الحكم للرأي الرشيد. يعني نحن مش حنقبل أي انتقاد وأي رأي، يعني حنقبل الرأي الرشيد، وغير ذلك نراه شيء من ذلك. وكانت تكتب طبعا التعليقات، نحن كنا عاملين في الصفحة الحائطية، وكانت فكرة جميلة يعني. صفحة خالية كده تعليقات القراء. طبعا الجاد يقيف ويكتب فيها، وبعدين يكتبوا كلام، وبعدين كمان يشطبوها وهكذا. عزيزي المشاهد، أحسب أنني ينبغي أن أتوقف هنا لأن الساعة تجاوز الزمن المسموح به. هناك سلام النصر من القصائد التي أحبها، وتباشير الصباح، كل هذه في فترات الاستقلال 91 تحديدا، وأنا في جهاز التعليم الإريتري كتبت تلك القصيدتين. سأبدأ بها الحلقة المقبلة إن شاء الله إذا أمد الله في الآجال. أيها الأحباب الكرام، آمل أن تكونوا يعني وجدتم لذة فيما قرأناه، وأنسا فيما حكيناه من حديث بين هذا وذاك، لأن هكذا هي البرامج الخفيفة والتي تلامس الوجدان. وأحسب أنني حاولت قدر المستطاع أن أدخل إلى قلوبكم وعقولكم في نفس الوقت. إن أصبنا فلله الحمد من قبل ومن بعد، وإن أخطأنا فسامحونا فيما أشرنا إليه. يقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد.
ويقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة أيها الإخوة المشاهدون والأخوات الفضليات، نبدأ البرنامج بها ونختتم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الذين يسهرون ويعملون ويخرجون. حقيقة هذه الحلقة أنا سجلتها متأخرا، أرجو أن ترنون، واعتذرت للإخوة المشرفين أن صوتنا كان يحتاج راحة من شيئا من الراحة. وأسأل الله أنه ما أزعجناكم كثير، وأتمنى للإخوة المشرفين والإداريين والعاملين في هذه القناة الحرة المباركة أن يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقومون به. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من هذا البرنامج، أتمنى لكم أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. تحياتي معد البرنامج ومقدمه أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.